يقول طلعت معاش مبكر. معاش مبكر يعني طيب خلينا قبل ما ندخل بقى، خلينا برضه اخد عشان الفرصه بتنضم البطاله. طيب خلينا اسمع من الاستاذ محمد ابراهيم الوكيل توصيفه الاول للمشكله وبعدين ندخل في تفصيلاتها. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سعيد بهذا البرنامج الناجح اللي هو جماهيري وعلى ارضيه قويه. هو الصناعات الهندسيه عموما دي صناعه ثقيله في البلد. يعني دي يعني عماد من اعمده البلد، ودي قاطره التنميه في اي مجتمع. يعني إذا ما كنت عايز تنمية في أي بلد فلازم تنظر في المقام الأول إلى الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية. على سبيل المثال مصنع حلوان اللي أنشئ سنة 58، نجا حماد الألمونيا، السبايك، وهكذا كل المصانع الثقيلة في البلد دي كانت عمالة كثيفة. يعني النهارده حلوان كانت 23,000 عامل، النهارده أصبحت 15,000 أو أقل. طب هو الاحتياج ل 23 ولا الاحتياج ل 15؟ هي المسألة مش بالعدد بس، إنما المسألة بمدى الاحتياج. ومظبوط ولا أنا بتكلم تمام سيادتك. هو يعني لازم في موائمة ما بين الإنتاجية وبين الاحتياج. يعني لازم يكون أدابتيشن للعملية نفسها، بحيث إن أنت بتحسب تكلفة المنتج على أساس العمالة قد كده، ساعات تشغيل أو زي ما بيسمي 7M زي ما بيقولوا، المان والماتيريال والميثود والى اخره. فالنهارده المشكله انحصت في ان هذه الصناعه اللي قامت وهذه عمال مصر اللي كان في يوم من الايام وما زالت وستظل ان شاء الله كانت عضد البلد من قبل الثوره، ثم في حرب 67، ثم في حرب 73. دي كلها عمال مصر كانت بتمد الجيش وبتمد البلد، وكانت حصن امان للبلد. كون ان انا انقل من النظام الاشتراكي او النظام اللي كان معمول الى نظام الخصخصه مره واحده وانس، ده بيعمل فجوه كبيره، وبالتالي بيعمل هزه في البلد. ليه؟ البلد ما كانتش مجهزه، العمال مش مجهزين، وبالتالي كان ممكن نعمل حلول اخرى بدل ما احنا نطلع على طول من شوف احنا خلينا نعدي مرحله احنا كان ممكن نعمل حلول اخرى. انا هنا مش في مرحله، انا هنا في مرحله حاجتين. واحد، انا في وضع النهارده بيقول ان في قطاع عام موجود، ما زال موجود بيمارس دوره في محاوله تطويره، وهناك قطاع خاص موجود. السؤال هو كيف يمكن ان اطور كلا الجناحين بحيث ان هو يؤدي الى نتيجتين اساسيتين: واحد، تطوير الصناعه المصريه; اثنين، الارتقاء بمستوى العامل مهنيا ومعيشيا. لا شك ان هو القطاع العام النهارده في اوروبا وفي امريكا وفي كل حتت، الدول دي ما استغنتش عنه اطلاقا. مش معنى انها بتحول من اشتراكيه الى نظام الخصخصه ان انا انتهي فوريفر او يعني وانس من كل النظم اللي هي موجوده والدوله لها سلطه، لان ده يعتبر تامين للبلد. يعني النهارده اما اجي احتاج للقطاع العام كتحت سيطرتي، مش هكون تحت سيطره او تحت امره بعض الناس المستثمرين اللي هو ممكن يلعب بالسوق. وبالتالي ان النهارده لازم تكون في شركات، ودي شركات امنه او تامين اجتماعي للبلد، لازم الدوله يكون لها شير كبير فيها. والشركات دي والدوله ما زالت موجوده في بعض هذه المؤسسات او في عدد كبير من المؤسسات اللي حضرتك ذكرت بعضها في حلوان، في نجع حمادي وكذا. ويظل السؤال هنا: كيف يمكن تدعيم هذه المؤسسات بحيث انها تكون بالفعل عماد للصناعه المصريه ودعم للعمل المصري؟ هو تدعيم سيادتك الصناعه عموما في حاجه بيسموها ال7M. ال7M عباره عن ايه؟ 7 يبداوا بحرف الام: مان، الميثود، الماتيريال، منها المانجمنت. فاختيار الاداره عموما هو المعول عليه، لان اي حته حط لها مدير ناجح هينجح هذا الكلام، لان معروف الهندسيه هي قاطره التنميه والتطوير في البلد. فهي مشكله مصر عموما هي مشكله في الاداره، وعلى اي اساس بتختار الاداره. فهي النهارده هل احنا بنختار اهل الثقه او اهل الخبره او كلاهما معا؟ هو المفروض نختار الاثنين مع بعض. يعني بدليل ان احنا كنا في يوم من الايام مصر دي سله الغذاء في العالم. يعني زي سيدنا يوسف ما قال: اجعلني على خزائن الارض. ليه يا يوسف؟ اني حفيظ عليم. عنده صفتين: حفيظ بمعنى امين، وعليم بمعنى خبير. يبقى راجل اللي هيختار، وبعدين ما يختارش مره واحده وانس كده على الطب، لا، يعني تدريجي جرادولي، انك انت تختاره، تديله مهمه صغيره ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر، وبعد كده تأمل له على الوظائف الاخرى. فهي المشكله النهارده، وكلنا بنتكلم على موضوع الاداره، انه الاساس فيها ازاي بنختار المدير، لان ليس كل مدير قائد ولكن كل قائد مدير. فانت عايز واحد يقود، عايز صناعات تقود المجتمع، تدفع المجتمع لقدام، زي ما كنا بنعمل السد العالي. الاعمال الكبيره دي بتعمل كامبين للبلد او حمله بحيث انها بتشد البلد كلها نحو انها تتقدم وتتطور، لان مصر حرام اللي بيحصل في مصر، لان مصر كانت في يوم من الايام هي ام الدنيا وما زالت وستظل ان شاء الله ام الدنيا. فالنهارده يعني اختيار قيادات واعيه، قيادات تؤمن ببلدها، قيادات تؤمن بقضيتها،
غاويه او عندها الهدف الاساسي جواها. طيب هنا خليني اقول يعني هنا واضح من دلوقتي هنا عشان نحط ايدينا على اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا بنتكلم عن تحديث الالات وبنتكلم عن الاداره، ودول احدى او المشكلتين الرئيسيتين في مساله الصناعه المصريه في المصانع المملوكه للدوله. إذا ما اتكلمنا في مسألة الإدارة وأسلوب اختيار القيادات، هنا بينقلني لنقطة تانية مهمة مرتبطة باختيار القيادات العمالية. إلى أي مدى يمكن، ده أحد اللي هي العمل النقابي، نعم. إلى أي مدى يمكن اعتبار أن الاتحادات العمالية، النقابات العمالية الموجودة النهاردة في الساحة هي معبرة بالفعل عن العامل، بتدافع عن مصالحه، بتحاول أنها تتطور بيه؟ تسمح لي قبل ما أجاوب على السؤال ده. اتفضل. حضرتك واحنا بنتكلم عن التطوير نعمل ايه عشان ننهض بهذه الصناعة؟ ده سؤال. الصناعة لما كانت احنا اتكلمنا قلنا القطاع العام، لا ده احنا وصلنا الى ان الصناعة بقطاعيها العام والخاص في خطر. النهارده القطاع الخاص باسم ما كنا بنتكلم بندافع عن القطاع العام كانوا بيقولوا اصل انتوا بتوع الحرس القديم. النهارده بقى ما بقاش القديم، ده القديم والجديد. يعني اصحاب رؤوس الاموال النهارده في مصانع. انت من الحرس القديم ولا حاجه؟ انا سبتك لا تتكلم مش حضرتك، لا مش حضرتك يعني. النهارده مصانع مثلا انا بتكلم عن النسيج بحكم ان دي مهنتي. النهارده في مصانع كتيره جدا اغلقت، ومصانع فيها توقف جزئي، اجزاء كبيره، 3/4 الطاقه، نص الطاقه. ده ناتج عن ايه؟ عن سياسات برضو بتنتهجها الدولة، زي فتح باب الاستيراد على مصراعيه، الإعفاءات الجمركية للواردات الأجنبية من الأقمشة والملابس والغزول. وصلت إلى حد إن احنا نخفض الجمارك تعريفها الجمركية أكتر من الالتزام الدولي اللي بتلزمنا بيه اتفاقية الجاد. على سبيل المثال الملابس اللي أنا المفروض ما أحطش ضريبة أو جمرك أكتر من 40%، لا احنا نزلنا إلى 30%. الأقمشة المفروض ما أزودش. أستاذ صلاح، أنتوا عايزين إيه؟ ببساطة، هل أنت عايز حماية؟ أنا بتكلم مشاكل الصناعة. هل أنت عايز حماية لصناعة النسيج وتجبر في؟ انا بكلمك كمستهلك. انا دلوقتي بقى انا بكلمك كمستهلك دلوقتي. حضرتك عايز تحط صناعه للنسيج ولصناعه النسيج عشان توصل بيها، انت وصلت المساله ان سمعه الصناعه المصريه في مناطق مختلفه اصبحت سمعه غير جيده، مش هسميها سمعه سيئه. فالنهارده لما بتخفض الجمارك وبتخفض كذا بتدخل السلع رخيصه للمستهلك للمواطن، وبتحط الصناعه دي في مرحله منافسه مع. هل انت طالب حمايه لصناعه النسيج المصريه بحيث ان هي تفرض الاسعار اللي بتعتقد انها ممكن تكون مربحيه بالنسبه ليها عشان تقدر تحقق اللي هي النسبه اللي هي بترى ان هي طبيعيه؟ هقول لحضرتك الحمايه ازاي. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الخامه، انا لا مش هقول حاجه ما تحمليش لكن اعمل ايه؟ انا بشتغل ايه؟ بشتغل قطن. كويس. الخامه الرئيسيه في النسيج القطن. صحيح. انا بشتري قطن من بره، بينما انا اصلا منتج قطن. المفروض انك منتج قطن مصري. طبعا. الذهب الابيض الاستراتيجي بتاع مصر اللي يعني اللي بيضرب بيه المثل. النهارده القطن المصري، مصر كانت بتزرع 2 مليون فدان قطن، كانت بتنتج اكتر من 10 مليون امتار قطن، بتصدر اكتر من نص والباقي للمصانع المصريه. النهارده مصر تزرع 300 ألف فدان قطن، والإنتاج بتاعهم موجود في مصر. لا المصانع لا قادرين يبيعوه بره ولا قادرين يبيعوه المصانع المصرية.